مساء الخير لكل مشاهدينا في كل مكان، مساء الأعياد على كل مشاهدينا مشاهدي الفضائية المصرية. كل سنة وأنتم طيبين. النهارده بيوافق أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. النهارده بالتأكيد كلنا عشنا طقوس العيد الجميلة، طبعا الأضحية والفتة واللحمة ولمة العيلة والأصحاب مع بعضيها، صلاة العيد والتكبير وحاجات جميلة قوي بنعيشها من خلال أيام العيد. النهارده احنا بنعيد معاكم بطريقتنا، بطريقة جديدة، من حلقة جديدة من علامة استفهام، لكن مع موهبة تبان صغيرة شوية سنا، لكن الحقيقة هي موهبة كبيرة أبهرت الناس كلها بجمال صوتها. بدأت في الأوبرا ودلوقتي بتغني أغاني جميلة قوي. المطربة الجميلة الشابة الصغنونة ياسمينة، ازيك؟ الله يسلمك. كل سنة وانتي طيبة. انت طيبة ياسمينة، النهارده طبعا اكيد يوم مميز. انتي كشابه صغنطوطه وكبنوته في وسط اكيد عيلتك، ربنا يحميكي، بيبقى يوم مميز بالنسبه لك. احكي لنا كده عن العيد بقى، بتعملي فيه ايه وكده. طبعا الطبيعي ان انا اقول لك ذكرياتك، مش بس انتي اصلا صغيره قوي فاقول لك ذكرياتك ايه. عايزه اقول لك انتي بتعملي ايه بقى في العيد. يعني في العيد زي اي حد، زي اي بيبقى بنخرج بنصلي العيد مع ناس صحابنا والناس اللي احنا نعرفهم وبعدين بنستنى نروح نذبح ونرجع. طبعا اللحمه والفته والحاجات اللي كل الناس بتحبها قوي دي. الناس بتحب العيد قوي عشان الفته واللحمه. كل الاعياد عندنا بتتحول الحقيقه الاكلات. يعني في العيد الصغير الناس كحك ممكن وبسكويت تكون ما بتتخنش اكتر ما بتتخن في العيد. ما هو في العيد الصغير لسه بقول لك كحك وبسكويت، في العيد الكبير فته ولحمه وكده والفته واللحمه بتقعد اسبوع، بتقعد 7 ايام كده الواحد يفضل ياكل فته ولحمه. بس انت متاكده انك بتاكلي فته ولحمه؟ انت ما شاء الله يعني حاجه نونو خالص بجد. تمام. ياسمين، هنرجع كده شويه. انت بتغني بقالك قد ايه؟ انا بغني بقالي 4 سنين. 4 سنين. انت دلوقتي اساسا 17 سنه كلك، صح؟ يعني ثانويه عامه. توفيق، ربنا معاكي يا رب. لسه هنتكلم بقى في حوار الثانويه العامه وهل هيأثر مع الغنى والكلام ده ولا لا. بس هنقول دلوقتي 4 سنين بدايتك في الغنى، بدأتي ازاي بقى؟ بدأت في الأوبرا مع المايسترو سليم. كان المايسترو عامل اللي هو يكتشف مواهب او حد اللي عايز يجي صوته حلو، شايف صوته حلو ويجي يقدم في الأوبرا عند المايسترو. فأنا من ضمن الناس اللي راحت قدمت. ليه بقى رحتي قدمتي؟ يعني مين في البدايه خالص اللي قال لك انت صوتك حلو يا ياسمين؟ بابايا، لاني كنت اكتر واحده بتغني في البيت. يعني كنت بروح جايه رايحه بغني. فبابا اصلا بيحب الغنى، هو اللي بيسمعنا الغنى كتير. من يوم كل البيت بابا اصلا في العربيه اغاني، في البيت كمبيوتر كده بيدربكم. ممكن. بس فقلت له ان انا بغني، فهو فرح كمان ان انا بغني لانه بابا بيحب الغنى قوي. تمام. هو اول واحد شجعك وقال لك ياسمين صوتك حلو، روحي بقى قدمي في الاوبرا. هو اللي خدني. هو اللي اخدك. تمام. بعدين بس المايسترو قابلني بعدها باسبوع. كانت اول حفله ليا في كورال الاطفال، والاسبوع اللي بعده كانت اول حفله ليا في الفرقه القوميه في الاوبرا. فعلا. يعني اول ما رحتي بعدها باسبوع على طول يعني كنت اتفعل وجودك على طول. لانه من اول مره سمع صوتي فقفل التسجيل. ايه ده انت دي؟ الصوت طالع منك انت. بصراحه ما يبانش عليكي. انا عن نفسي وانت قاعده قدامي من شويه كنت بقول لك نفس الكلام، بقول لك انت هتطلعي الصوت الحلو ده، انت رقيقه جدا وصوتك يعني يبان انه كانه ضعيف. ازاي بقى يعني بتقدري فعلا ان انت الاول بتغني طبعا اوبرا وكده، ام كلثوم ونبره صوت قويه جدا، استعداد خاصه قوي، يعني محتاجه تجهيزات معينه، تقدري تعملي كل ده ازاي؟ هو لو هنتكلم بالنسبه للكلام والغنى، فام كلثوم نفسها صوتها لو حد سمعها وهي بتتكلم مختلف تماما وهي بتغني. لانه طبيعه الانسان كده، وانت بتزعق غير وانت مبسوط غير، وانت حاجات كتير قوي حسب الانفعال اللي الواحد بيبقى فيه. حتى في الغنى ذات نفسه الواحد لما يكون بيغني حته فيها حزن قوي تلاقيه نام معاها وهو صوته قوي وكل حاجه، بس نام مع الحته اللي فيها حزن وعالي قوي في الحته اللي فيها باور. هي كده الغنى كده. لا اقصده ان يعني عشان تغني اغنيه للفنانه الرائعه ام كلثوم محتاجه يعني اكيد محتاجه استعدادات معينه، انت حاجات انت بتهتمي بيها بتحرصي عليها حاجات كده. هو التدريبات عامه لاي حد بيغني، مفيش تدريبات معينه عشان تغني لام كلثوم فانت تبقى تتدرب في الحته دي. لا، هو التمرينات كلها فوكاليز وبس.
حسب بقى مساحه صوتك انت اللي بتغني للمغني، او حسب مساحه صوتك انت بتقدر تغني لحد فين. زي القماشه كده. تمام. انت اللي بتقدري تمطي صوتك بشكل معين في اتجاه معين. في ناس ما تقدرش تمطه مساحه كبيره، في ناس اصلا صوتها هو امكانيات صوتها. ما هو ده اللي انا اقصده، ان انت محتاجه يكون عندك امكانيات صوت معينه عشان تقدري توصلي للقوي أيوة جدا. هو ده. تمام. طيب نكمل. بعديها باسبوع المفروض ان انت التحقتي خلاص بالفرقه القوميه تقريبا. في الاوبرا. في الاوبرا كنت اول حفله ليا، كنت انا البنت اللي كنت انا والفنانه سوما بس، والباقي كله رجال ولاد او شباب يعني. بعدين بس كنت انا بدات الحفله وهي ختمتها. بس اول مره كنت اعيد الاغنيه مرتين، فضلوا يسقفوا كتير ويقولوا المايسترو عيد، وخرجوا عن اللي هي كانت اغنيه ايه بقى؟ اغنيه حق بلادك لام كلثوم. طب تقول لنا حته منها كده؟ تمام. اتفضلي. ابني وزود من امجادك، ابني لوطنك والاولاد، ابني وزود من امجادك، ابني لوطنك والاولاد. فكر، ابحث، ازرع، صنع، كل مجاهد هينول امله، ربنا مش هيضيع ابدا اجر مكافأ يتنامل. ما شاء الله عليكي. لا بجد الصوت ده طالع منك. ونفس الجمله هي نفس الاغنيه. انا عايزه اقول لك ان فعلا يعني ما شاء الله رقتك وصوتك الواطي وانت بتتكلمي وبتاع، ما حدش يتخيل ان بعد كده اول ما نقول لك غني تغني على طول وتعملي الكلام الجامد ده. طيب بعد كده بقى المشوار، بعد ما انت خلاص غنيتي في الاوبرا والناس قالت قاعد وعدتي الاغنيه مرتين، بداتي بعد كده مشوارك في الغنى ازاي؟ بدات مشواري في الغنى ان انا كملت مع المايسترو، لانه المايسترو كان ليا اكتر من انه مجرد انه المايسترو بتاعي وانه بيدربني وهكذا. لا، هو كان ليه دور في حياتي كبير قوي برضو، غير دوره ان هو بيدربني وكده. كنت بحس يعني هو بيحبني قوي وانا بحبه قوي. تمام. وده كله كان بيطلع ما بيني وما بينه في الشغل، وكان كل الناس حتى الجمهور كان بيلاحظ ده. فكنت بشتغل معاه بحب لدرجه لا يتخيلها بشر. انا على فكره كانت اول حفله ليا في المسرح الكبير، كانت اول يوم في عيد ميلادي. والله دي بقى احلى هديه، هو ما كانش يعرف ده. بس جت بالصدفه. جت بالصدفه خالص. بس انا كنت من الحاجات اللي مفرحاني قوي ان ده كان من احلى اعياد الميلاد اللي حصلت لي، ده كان احلى احتفال ليا. على فكره احنا كمان احلى احتفال ان انت موجوده معانا في العيد الكبير. طيب انت دلوقتي كشابه ياسمينة 17 سنه، كبنوته في وسط اصحابك، دايما بنلاحظ حاجه غريبه قوي، انه المطربين الشباب بالتحديد بيبداوا باغاني ام كلثوم، بيبداوا ب يعني اغاني التراث، الاغاني زمن الفن الجميل زي ما بنطلق عليها دائما. بعد كده بنلاقي الموضوع خد اتجاه تاني، لما بيتشهروا وبيتعرفوا وبداوا ان هم يشقوا طريقهم الحقيقي في الغنى، لا ما بيستمروش على نفس المنوال، بيبقى استمرارهم في اتجاه الشبابي شويه او لغه العصر شويه، معرفش بيسموه ايه، بس بيتجه اتجاه تاني. شايفه ده ليه؟ هو ده طبيعي اللي بيحصل، او ده طبيعي انه ده يحصل اصلا. ليه بقى؟ لان الغنى القديم ده اساس. ان الواحد مش هيعرف يغني، مش هينفع تبدا من حاجه قليله، بالعكس الغنى القديم ده اصل الغنى. واحنا لحد دلوقتي احنا كنا قمه الغنى انا ما اعتقد في العالم كله في اوقات ام كلثوم وعبد الحليم وهكذا. كان الناس، كان ام كلثوم دي قمه، عبد الحليم ده قمه الاحساس طبعا، كل واحد ليه وصفه، بس الناس بتحبهم. فكان اصواتهم قويه، وكان اغانيهم لالحانها جميله جدا، ما ينفعش، مش هتتكرر تاني. تمام. فكنا احنا بنتدرب على ده، لان ده الاساس، ده الحاجه العرب بقى بجد، والفن طب ليه ما تستمروش على ده؟ يعني انتوا اوريدي يعني اتدربتوا عليه، ليه؟ ده اللي اقصده، ان لو انت استمريتي عليه وغيرك استمر على ده وغيرك هيبقى خلاص ده ستايل الغنى او شكل الغنى اللي المفروض الدنيا كلها تبقى عليه، ولا ايه؟ اول حاجه ان الدنيا الناس بتتقدم. طب انت شايفه التقدم في ان احنا يعني لا مش قصدي، نحيد عند بس هو
هو ده الطبيعي، ان مش ان الحلو كله بيتاخد في الاول. اه والله بجد. يعني انه كان لسه زمان مثلا نقول ان اول اغنيه اتعملت، طبعا اللي عمل لحن كان اول لحن بقى واو واو، كله بيتقدم، فاهماني؟ ده اللي بتكلم فيه، ان اللحن هي عموما سمة عصر، يعني نقدر نقول ان صح. عصر فيه الريتم السريع، غير كده الميوزك او المزيكا اللي هي شويه فيها ريتم سريع وعالي وصاخب شويه وكلام من ده، بس ده يعني الناس محتاجه تغيير، والناس مش بس هتستحمل. الفن محتاج تغيير، يعني هل هو التغيير يكون في الفن؟ يعني انا التغيير شايفه انه عامة، مهما التغيير في كل حاجه في الدنيا، تمام، بس مهما غيرنا الاصل موجود. بنلاقي ان احنا في الاخر لما بحس ان انا عايزه كده يعني اقعد في لحظه انسجام كده ولحظه اسمع اغاني قديمه، بلاقيش نفسي خالص عايزه اسمع الكلام اللي بيحصل دلوقتي ده. ليه بقى؟ يعني بالرغم ان انت بتقولي ده ان هو سمه العصر وان لا التغيير وكده، طب ليه؟ ليه؟ لان انا بقول لحضرتك ان الغنى القديم برضه هو الاصل. يعني انت عايزه ده قمه الاحساس بقى في الغنى القديم، لان كان كل حاجه حلوه فيه. كل حاجه حلوه طلعت في الاول زي ما بقول. بعدين الناس كل ما بتكبر، او كل ما احنا جيل بيسلم جيل وجيل بيسلم جيل، ولكن كل واحد بيغير على حسب اللي هو حبه واللي عايز يسمعه. طب انت كياسمين دلوقتي خلاص بقيتي مطربه، الناس كلها الحمد لله عارفه ياسمينه ما شاء الله، وبقيتي يعني امرايه كده في وسط الناس اللي بتغني. تمام، نيجي بقى نقول ان ياسمين دلوقتي هتختار البوم، او هتختار كلمات البوم، او لحن لاغاني الالبوم بتاعتها، هتختاريها بالريتم القديم ولا بالريتم اللي هو الجديد؟ وعلى فكره الجديد انواع بالمناسبه، ما انا عارفه. يعني انا شايفه انه الجديد في جديد بنسمعه، يعني الحقيقه في انحدار كامل للذوق وللاسف بنسمعه في الشارع، وفي جديد ممكن يتسمع بس برضه يعني موازي شويه او مواكب لسمه العصر. تمام. الغنى عامة حتى دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي ان في ناس بتغني برضو بطرب تحب تسمعيهم، حتى في البوماتهم الجديدة كتير، في ناس كتير، ولدرجة ان هم كملوا في ان في ناس بتحبهم، فان هم كده نجوم، فكده هم عملوا حاجة كويسة والناس حبتها. انا يوم هختار الالبوم بتاعي هختاره على حسب اللي الناس تسمعه. تمام. وبرضو بطبيعتي انا مثلا عندي خامة صوتي كذا، فانا هلعب على ده، فاهماني؟ يعني حسب امكانياتك، يعني على حسب امكانياتي. في ناس هنا، في ناس بتغني دلوقتي جديد وصوتهم قوي، والناس دلوقتي بتقول دي كانت بتغني ام كلثوم زمان، وبرضه بتغني اغاني جديده لنفسها، الله عليها. تمام. على فكره عايزه اقول لك انه كبار المطربين في العالم العربي كله زي المطربه اليسا مثلا، اليسا بتغني اغاني جميله لعبد الحليم حافظ والورده وام كلثوم، يعني الناس دي برضو ما زالت محتفظه. مش هينفع انه ما نغنيش ده، مش هينفع ان احنا نتنازل عن ده. طب انا مش هينفع ان انا دلوقتي اتنازل عن انك تغني لي اغنيه، وعايزاكي فورا بدون تفكير تختاري لي من القديم ولا من الجديد؟ لا قديم. برضه شفتي بقى؟ طب اتفضلي. من يشتري الورد مني وانا بنادي واغني، من يشتري الورد مني وانا بنادي واغني، الورد ده نادي خد منه وهادي، الورد ده نادي خد منه وهادي، انت ياللي الناحية دي وانت ياللي قصادي، مين يشتري الورد مني. اعتقد ان انت في وسط اصحابك واثناء الدروس طبعا بتاعه الثانويه العامه والكلام ده، يعني ما بيسيبوكيش ياسمينه غني لنا، اكيد ده بيحصل صح؟ هو اكيد ده بيحصل في اوقات، لكن برضو هم عشان هم عارفيني طبعا وبنسمع بعض كتير، ومش لازم كمان بتشغلنا الدراسه وتشغلنا الدروس، فمش فاضيين نقول لبعض اعملي في صحاب ليكي معاكي في المدرسه وفي الدروس وكده بيغنوا برضو معاكي في فريق الاوبرا وكده ولا لا؟ لا. بس المايسترو لو فكرنا ان المايسترو عنده من كل محافظه ليه متبني ناس معينه، مواهب معينه كده بيقدر ان هو يتابع معاها. محافظات مصر، يعني اي محافظه تخشيها تلاقي ابن المايسترو سليم موجود فيها.
تمام. طيب انت كطالبه ثانويه عامه زي ما انت لسه بتقولي مش فاضيه بقى ودروس وحاجات كده، شايفه انه الغنى او الموهبه بشكل عام ممكن يعني شويه تاثر على الدراسه والمذاكره والكلام ده، ولا انت تقدري ان انت توفقي بين الاثنين؟ هو البني ادم يقدر يعمل حاجتين في نفس الوقت فعلا؟ اه تمام. ده الطبيعي. يعني انت عندك دلوقتي تدريب كورال مثلا في الاوبرا، او تدريب في الاوبرا، تدريب على المستوى الشخصي، لو انت بتعملي حاجه البوم شخصي ليكي، الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها بتبقى ليها وقتها. بالظبط. في يعني نفس الوقت عندك دروس خصوصيه، عندك ثانويه عامه، عندك اكيد مستقبلك ان انت بتطمحي ان انت تخشي في كليه او جامعه معينه، لازم تجيبي مجموع معين وحاجات من دي. ازاي؟ اول حاجه المايسترو بيعمل لنا البروفات بتاعتنا بعيده عن الايام اللي ممكن تكون معروف ان دي بتاعت دروس. غير كده كل حاجه زي ما قلت لك ليها وقتها. يعني البروفات ليها وقتها، هتلاقيني انا عامله كده يعني المايسترو انا هجيلك يوم كذا عشان انا بقيه الايام مش هبقى فاضيه، عندي دروس. الدروس مثلا هيبقى عندي دروس من الساعه كذا للساعه كذا متواصلين، الدروس ورا بعض، بعد كده هبقى فاضيه. لا بتقدر الواحد ينظم حياته، لان الواحد لازم ينظم حياته طبعا. فسهله. لا سهله. تمام. انت في حد تاني بيلعب دور في حياتك الفنيه غير المايسترو سليم سحاب؟ هو حياتي الفنيه بيلعب دور يعني انا العصفوره كده قالت لي نجوى كرم، فنانه جميله نجوى كرم، ليها كده دور شويه ومضات في حياتك. هو دور مش شويه، هو دور كبير. ايوه. هي من الناس اللي وقفت جنبي قوي، ومن الناس اللي انا حبيتهم قوي قوي، ومن اللي هي حبتني قوي قوي. ممكن اقول انها حاربت عشاني، وممكن كمان اقول انها وقفت جنبي بكل حاجه يعني. امنت بيكي قوي فدفعت عني وتبنتك يعني تبنت موهبتك. فهي كانت كل ما بنزل لبنان انا عارفه ان انا ليا حد هناك، امي هناك. انت رحتي لبنان كتير؟ عملت مهرجان هناك في ذوق مكال كان من فتره، وكان عندي سفريه قريب كمان للبنان. لا انا بنزل لبنان كتير قوي. رحتي دول تانية غير لبنان ولا لبنان بالتحديد؟ لا انا لبنان بحبها قوي لان كل حبايبي موجودين في لبنان. لا لسه ما سافرتش دول تانية، بس السفريات الدول التانية جايه يعني. انا ان شاء الله عندي في شهر 10 4 سفريات. ما شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يكون وشنا حلو عليكي ان شاء الله يا يعني رب نلاقي كده يا رب. بس شهر 10 ده المفروض انه بدايه الدراسه او الدراسه تكون بدات اوريدي يعني. طب انت ازاي هتبقى في نص الدراسه كمان؟ لا انا بقدر اوظف برضه، لان المدارس معروف ان حاسبه كتير، بس الدروس يعني بعرف انظم. لا بلاش الكلام ده، المدارس لا خلاص المدارس حلوه. لا هنغني اغنيه للمدرسه بقى، او اغنيه يعني اغنيه تانية جايه هتحبي ان هي تكون للمدرسه او حاجه، ولا بعيد عن الموضوع؟ مين المدرسه؟ في اغنيه لماجدة الرومي تعرفي تغنيها؟ اللي هي باي 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 يا مدرستنا، بما انك انت خلاص بتسيبي المدرسه، ولا مش حافظاها؟ لا طب انت حافظه ايه؟ اغني ايه؟ يلا اسمراني يلا اسمراني يلا اسمراني يلا اسمراني يلا اسمراني رمشك نداني معرف جرحني ولا كواني. يلا اسمراني رمشك نداني معرف جرحني ولا كواني. يلا اسمراني. قولي لي بقى، ما بتخافيش لما تيجي تغني لواحده زي يعني ما شاء الله برضو فايزه احمد، صوت رهيب، الناس القديمه دي، يعني ما تبقيش قلقانه ان انت هتتحطي ولو يعني بنسبه صغيره في مقارنه، يعني ان هو يعني ما دام في واحد انت غنيت اغنيه عجبت الناس هتحطي وش في مقارنه مع المغني بالظبط. انت ما بتلاقيش من ده؟ مش حاسه انه يعني حد قديم وتاريخ، يعني اسماء ليها تاريخ فعلا، ان انت تغني لها اغاني يعني؟ ما ينفعش اخاف خالص في المجال بتاعنا. بالعكس لازم اكون بفكر قوي في اللي انا بعمله. يعني ما ينفعش اطلع المسرح، انا بطلع المسرح وانا خايفه، مش هقول ما ينفعش اطلع المسرح وانا خايفه، لا انا بطلع المسرح وانا خايفه، بس ما ينفعش الخوف ياثر عليا لدرجه ان انا ما اعرفش اغني. على فكره الخوف ممكن يكون سبب من اسباب النجاح، يعني كلنا بنخاف في شغلنا، بنبقى حريصين قوي ان هو يطلع كويس، عشان كده بنخاف عليه، فبيكون سبب ان هو مع بعض الناس
مع بعض؟ مع بعض الناس، يعني في ناس طب انت بتأثر فيهم بالنسبه الخوف. لك؟ لا 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 زي الفل الحمد لله تمام. لا يعني انا بحاول، يعني انا ببقى خايفه قوي، باجي قبل 10 دقايق اللي قبل ان انا اطلع على المسرح، لا ما حدش يكلمني عشان ما احاولش ان انا يعني او ما ما اتوترش. تركزيش في الخوف، لكن تركزي في انك هتعملي ايه. ما تمام، ركزتش. فتطلعي بأحسن لا صورة. اصل ما حد يكلمني اكيد هيكلمني في حاجه في اللي انا طالعه، يعني ما اكيد مش آه. هيجي واحد بارد يكلمني في موضوع تاني وانا طالعه على المسرح، لا هيكلمني اكيد وانا طالعه. فما تكلمنيش، سيبني في حالي، انا هعرف دماغي انا هتجيبني. مركزه هعمل ايه. ده اللي موجهة انا نفسي. بعمله. مم. بلحق نفسي في اخر 10 دقايق بصراحه. تمام. واكيد لما بتطلعي الرهبه كلها بتروح، لا. يعني حد اول جمله بتتقال الرهبه ممكن تكون موجوده. بالظبط، ما انا بقول لك لما بتطلعي وبتبداي بالفعل خلاص الرهبه بقى بتروح ولا ايه؟ بتروح. وكمان الواحد بيفرح قوي بالجمهور. يعني انا عايزه اقول لك ان انت عايز يجيلك ثقه في نفسك والجمهور بيسقف، ياه، تبقى حاسس انك عايز يعني تطير من على المسرح، ده بقى بتحس ان انت عملت حاجه بقى ساعتها. تبقى بقى عندك قمه الثقه بالنفس في المقطع بسبب الرياكشن او رد الفعل بتاع الجمهور ان انت عجبته، فخلاص بقى الحمد لله يلا خلاص بقى انا كده يعني نوع من النجاح، حسيت بنوع من النجاح انه خلاص القلق ملوش مجال دلوقتي. تمام. طيب ياسمينة، انت لما اكيد عشان تشقي مجال الغنى والطرب والالبومز والكلام الكبير ده، بالتاكيد المجال مش سهل، الطريق مش سهل، مش ممهد، في حاجات كتيره قوي. ايه اكتر المشاكل او الصعوبات اللي واجهتك انت كياسمينة وانت في المجال ده؟ انا ممكن اكون، انا اكيد كل الطرق او اي شغل في الدنيا صعب ومتعب، بس في شغل معروف ان ده متعب ومش عارف انت هتبقى فيه ازاي ولازم تبقى ذكي قوي وانت بتشتغل، وبس مش حكايه انك تقصدي نفسيا اكتر، يعني هو كاركتر انا عايزه ونفسيا اقول لك اكتر. ان المجال اللي احنا فيه محتاج شخصيه اكتر وذكاء عالي قوي، وده صعب، وطريقه تعامل. وطريقه، لا مش حكايه طريقه هو طريقه التعامل بتيجي من الذكاء، كله بيجي من الذكاء. ما هو بالظبط يعني على الاقل مع الجمهور، يعني ان هو ما يحسوش ان انت لا في يوم بتتعاملي ان انت لا ايه ده، دي هتعمل نجمه، دي مش عارف دايما بيتاخد دي حته غرور. انا عايزه اقول لك ان الواحد برضه وهو بيغني اللي بقول لك الثقه بالنفس اللي بتجيله دي بتجيله وقتيه، لازم تجيله وقتيه، يعني لازم تجيله وانت على المسرح اكتر وتخلص خلاص بمجرد ما غنيت، خلاص خلصت ونزلت بس خلاص. لان الناس الحقيقه عندهم حاجه بتبقى دايما في دماغهم، ان هو اللي هو ايه، دي ما ردتش عليا، دي عملت نجمه بقى، دي ما مش عارفه ايه، دي مشكله. حتى لو انت ليكي ظروفك او انت مش قصدك ده خالص، او حاجه طبيعيه، تعامل عادي، لكن ممكن يتاخد. ففعلا لازم يكون في ذكاء شويه في التعامل في الحتت دي. يعني محتاج المجال ده محتاج ذكاء، انا مش 100%. تمام. غير الذكاء، ايه الحاجات اللي انت بتواجهك وازاي بتتغلبي عليها؟ الحاجات اللي بتواجهني ان الواحد مثلا، انا بعد ما طلعت يعني بعد ما خلص البرنامج ونزلت مصر، مشكلتي انك بتشوفي وعود كتير في مصر انا شفت وعود كتير وما حدش فيها، دي مشكله، دي لو حد ما دي في حد ذاتها مشكله. مشكله شركات الانتاج اللي انت بتخافي تعملي، انت عايز تعملي البوم بس خايفه تمضي مع شركه عشان الاحتكار اللي معروف في كل الشركات دلوقتي. ودلوقتي برضو بتواجهي مشكله ان انت مش عارفه، خلاص دلوقتي انت بقيتي ياسمينة والمعروفه، لا ازاي هكمل في النجاح. انا حققته، ازاي هكمل فيه اصعب بكتير من ان انا طبعا الحفاظ على النجاح اصعب من الوصول ليه، مليون مره من الوصول اليه. دلوقتي في 100 وسيله انك توصل انك تبقى مشهور، ولكن صعب انك تكمل فيه، دي اصعب ما يمكن. ولازم بس انت على فكره بصوتك الحلو وبحضورك، لا بجد يعني قدرتي تحققي ده، وان شاء الله تقدري تحافظي عليه. قد يكون في بعض الحاجات اللي انت قلتي عليها زي مجال السوق وظروفه، ده بالتاكيد انت تقدري تتغلبي عليه، وبوجودك وفرضك لنفسك وصوتك الجميل ان شاء الله الناس هي اللي هتجري وراكي بعد كده. انا عايزاكي دلوقتي عشان نختم، انا هختم الحلقه وهسيبك مع جمهور تقولي حاجه عن العيد تعيدي على الناس بيها، اوكي؟
مشاهدينا انا بشكركم على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده من علامه استفهام. الحقيقه علامه استفهام مميزه او حلقه مميزه جدا كانت مع ياسمينة الفنانه الجميله المطربه الشابه. سعدت بوجودي معاها، كمان سعدت بوجودي معاكم. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، يا رب عيد سعيد عليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه بكل الخير واليمن والبركات. هسيبكم مع اغنيه من ياسمينة عن العيد، وان شاء الله اقابلكم الاربع الجاي على الهواء مباشره كالعاده كل اربع الساعه 3 العصر، الى ان اراكم ان شاء الله على كل خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ياسمين. أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة غنوة سمعها قلبي وما تتنسيش. خد عمري كله بس النهارده، بس النهارده، بس النهارده خلينا أعيش، خلينا أعيش، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني سيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني يا ريت زماني، يا ريت زماني، يا ريت زماني ما يصحنيش، ما يصحنيش، ما يصحنيش، يا ريت، يا ريت ما يصحنيش.